تجربة ولا أروع، ألوان ولا أروع. هنجيب الكتاب اللي فيه التجربة عشان مش حافظاها. يلا بينا. عندنا كوباية مية، هنحط من 3 ل 4 معالق زيت. دي 1 2 3 4، ربع كوباية زيت تقريبا. هنحط فيه معلقة صغيرة ألوان طعام. هتسألني بتعملي التجربة دي ليه؟ هقولك هنكتشف في الآخر. معلقة صغيرة ألوان طعام في الزيت، هنقلب لحد ما يبقى مزيج متجانس. هتسألني يعني إيه مزيج متجانس؟ هقولك يعني زيتنا في دقيقنا، وما تسألنيش يعني إيه، فنقعد نقلب. هناخد الألوان بالقطارة ونحطها هنا. ايه ده بيهبط؟ الألوان نزلت والزيت اتبقى فوق. تجربة ولا أروع، ألوان ولا أروع. وبكده هنعرف ان الوان الطعام بتدوب في الميه والزيت بيطلع لفوق. مش محتاجه ذكاء، ما هي باينه. هتقولي بقى انك عارف المعلومه دي وانك ما جبتيش الديب من ديله. هقولك بقى ان الزيت كثافته اقل من الميه فبيطفو، والقطره الملونه هتسقط وهتعمل لنا الالوان الحلوه دي. وبس كده. ومش هننسى نغسل الحاجات دي علشان ما نطردش من البيت، فاغسلوا بضمير. الزيت بيطفو.